ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد. وانا النهارده جايب بطاطس اللي هو الحجم الصغير ده. تبقى البطاطسايه بالشكل ده كده، هو ما تبقاش كبيره، عشان البطاطس ديت انا هعصج لها لحمه مفرومه وهحشيها باللحمه المفرومه. انا دلوقتي بقشر البطاطس، وجبت هنا معايا خرشوف، نضفته وغسلته وحطيته في ملح وليمون وفي ميه، بقى معايا بالشكل ده كده. هو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا يلا بقى نشوفوا الجمال والوصفه الجميله دي عملناها ازاي. بحبكم في اللي متنسوش تعملوا متابعه على صفحه اميره مجدي. بقى ما قشرت البطاطسايه بالشكل ده كده، هو هروح شايله حته كده، الحته دي كده اهو عشان تتقور معايا. بعد كده بقى هجيب المقوره، ندخلها كده بالراحه، نفضل نلف كده لغايه ما نطلع القلب بتاع البطاطس. القلب ده بقى ما بيترميش، القلب ده هنخليه. اعمل معاكم واحده كمان بالشكل ده كده اهو، بس ما ترفعهاش خالص، يعني على قد الحشوه بتاعت اللحمه المفرومه. بقت بالشكل ده كده اهوت، وانا حطيت كله في ميه بملح بليمون. بعد كده بقى هوريكم الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. نزلت بيها على النار، وبعد كده نزلت باللحمه المفرومه هعصرها. بعد كده نزلت بالماده الدهنيه، وبعد كده هنزل بحبه ملح وحبه فلفل اسود. بعد كده هنزل بالفلفل الاسود، نزلت بالملح ونزلت بالفلفل الاسود. بعد كده هفضل اقلب فيها لغايه ما لونها معايا يتغير. بعد ما غيرت لون معايا كده هنزل بالبصل، بصلايه كبيره بالشكل ده، وايدي فيها كده هفضل اقلب على نار عاليه عشان ما تنزلش اللحمه، ما تنزلش السوائل بتاعتها. كده استوت معايا، اللحمه اتعصجت معايا بقى اهو. هنطفي النار عليها بقى ونسيبها تبرد. بعد كده نعمله الخطوه اللي بعد كده. بقى على النار حطيت فيها حبه زيت، وهنزل بالبطاطس والخرشوف احمر لغايه ما ياخدوا لون معايا. نزلت بالخرشوف، انا هنا بعد ما نزلت كميه الخرشوف هنزل جنبها بالبطاطس معايا لون ذهبي كده اهوت. رحت قلبها على الوش التاني. بعد كده بقى هطلعه صفيه من الزيت. بعد كده بقى على مصفى بطلعه بصفيه من الزيت. طلعتها صفيتها من الزيت. طلعت الخرشوفه برضو خد لون. هنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. على النار حطيت فيها حبه زيت، وهنزل بالبطاطس والخرشوف احمر لغايه ما ياخدوا لون معايا. نزلت بالخرشوف، انا هنا بعد ما نزلت كميه الخرشوف هنزل جنبها بالبطاطس معايا لون ذهبي كده اهوت. رحت قلبها على الوش التاني. بعد كده بقى هطلعه صفيه من الزيت. بعد كده بقى على مصفى بطلعه بصفيه من الزيت. طلعتها صفيتها من الزيت. طلعت الخرشوفه برضو خد لون. هنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. هنا بقى 3 بصلات هخرطهم وهنحطهم في الكبة نفرمهم. هنا بقى جبت الفراخ، جبت وراك فراخ وهنزل عليها، غسلتها وهنزل عليها بالفلفل الاسود عشان الزفارة، والبصل المفروم كده اهوت. وادعك الفراخ حلو قوي. ونزلت بملح ودعكتها كده بالملح والفلفل الاسود من جوه ومن بره، وعملت لها كده فتحات. حطيت ميه على النار بقى تغلي، ونزلت ببصلايه كده صغيره قطعتها 4. بعد كده نزلت ببطاطسايه قطعتها مكعب وغسلتها، ونزلت بطماطمايه كده اهوت بتدي طعم الشوربه كده بتسكرها. بقى الفراخ كده وانزل بيها في الميه غليت معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى معايا بعد البطاطس والخرشوف ما بردوا معايا، هنجيب بقى اللحمه كده المعصجه، هروح نازله كده، وهنجيب الخرشوف نفس الكلام لغايه ما نخلص الكميه كلها بالشكل ده كده اهو. والبطاطس هنحشيها بردك بنفس الطريقه،
وهنضغط كده بالمعلقه على اللحمه المفرومه بالشكل ده كده اهو. وفي صينيه بقى اللي هو اللي انا قورته من البطاطس بحطه كده بقى ايه في الصينيه زي فرشه من تحت. بقى على النار هنزل ببصلايه صغيره مفرومه. بعد البصله ما اصفرت معايا وحطيت فص توم. بعد كده هنزل بالتسبيكه بتاعت الخرشوف والبطاطس. نزلت بحبه ملح، حبه فلفل، 7 بهارات، وهنقلب بقى كده ونسيبه لحد ما يتسبك. ننزل بقى بالتسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهوت. وهتحط بقى معلقه سمنه وهفتح عليها الشوايه. وده شكل الصينيه بعد ما طلعتها من الشوايه. ننزل بقى بالتسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهوت. وهتحط بقى معلقه سمنه وهفتح عليها الشوايه. وده شكل الصينيه بعد ما طلعتها من الشوايه. الشكل النهائي دي بطاطس مستويه والخرشوف مستوي. بسم الله ما شاء الله. عملت جنبه رز ابيض، والرقاق كنت عامله لكم طريقته، كنت منزلها لكم في رمضان. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي متابعه لاميره مجدي، ولايك وكومنت حلو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.